الفصل الأول. في صور من العبث في الصلاة يشترك فيها طوائف من المصلين كبارا وصغارا. إن صلاة بعضنا عجيبة بعيدة عن الهدى غريبة، يأتي المصلي هادئا رزينا يحفه السكون مستكينا، حتى إذا ما كبر الإمام فقل على صلاته السلام، لأنه قد ذهب السكون عنه وجاء المارد اللعين، بكل ما نسيه يذكره وبالأمور الملهيات يأمره. فكم رأيت من مصل أعجبوا لفعله مثل الصغار يلعبوا، كأنه من شذب يشذب أو لدغته في الظلام عقرب، أو جاءه زعروره فأفزعه ثم بلسعه الشديد أوجعه، يصلح طاقيته وغترته يزرر الثوب يشد لحيته، ينظر فيها أو لها يخلل وتارة ينفضها ويفتل، وربما تسمع إذ يحكها خشخشة لأنه يفركها. أما الحليق فلديه الشارب يفتله كأنه محارب، ويصلح الشراب حين يركع يرجع ما من جيبه قد يقع، عند السجود ويعد ما وقع من الريالات إذا الفدم رفع، لأنه قد جاءه إبليس يقول قد تنتقص الفلوس، يحصل ذا في المسجد الحرام عند صلاة الناس في الزحام. وبعضهم يشد شعر العنفقة حتى ترى شفته كالملعقة، ويصلح الأكمام والمزام كذا العقال إن جفا أو قاما، وبعضهم يرمي به أمامه يجره برجله قدامه، لا يحسن الركوع كي لا يسقطا كذلكم يلبسه إن سقطا، وينفض الشماغ قصد التهوية كأنما صلاته للتسلية، يمسها في سائر الأحوال كأن ذا من سنن الأفعال، يشدها من خلفه وربما كومها فوق العقال ربما، مثل الجناحين ترى يديه قد نفح البخاخ من عطفيه، وتارة يرفعها أمامه لكي يقيم عابثا مرزامه، وتارة بطرفيها يلعب كما بذيله يجول الثعلب. وفي الجلوس مطلقا لسيما في جلستي تشهديه فاعلما، يا ليتنا نترك لبس الغتر وشمغنا أبيضها والأحمر، ونلبس العمائم الكريمة تيجان أجدادكم القديمة. وبعضهم يفرقع الأصابع يؤذي بذاك من يصلي خاشعا، ويصلح السروال مع صدور صوت كصوت الوازغ الكبير، لا يسلم الخاشع من أذيته بالركل والدفع وسوء هيئته، ينظر للسقف مع التثاؤب مراوحا رجليه بالتناوب، وبعضهم يصدر للتثاؤب صوتا كصوت التيس في الزرائب، يقول ها 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 بلا استنكاف ولا شعور منه بالإسفاف، وربما أردف بالعواء وذلكم من أقبح الأسواء، لسيما بين يدي ذي العرش القاهر الأعلى شديد البطش، وفي العواء قد أتى لا يعوي كذا التمط فدر والتلوي. وبعضهم يمعن في الجشاء يحكي رغاء الناقة العجفاء، يفتح فاه وكذاك إن عطس أذاك بالصوت الشديد والنفس، لا يعرف الكظم ولا التخمير فكن بهدي المصطفى بصيرا. وبعضهم لريقه يرتشف وشعر أنفه الخفي ينتف،
مع التنخم كذاك النحنحة وعبث بأنفه وكحكحة يخرج ما في عينه وأنفه من قدر يدلكه بكفه. وقد رأيت من يقبل يده من بعد فرك العين فاعرف مقصده، وهو سلوك شائن مستقبح وفعله من المصلي أقبح. ويسحب المنديل حين يسجد إذا رأى علبته ويقعد للامتخاط تارة والتفل وغير ذين من قبيح الفعل. وكل ذا يوقع في التخلف عن الإمام وهو إثم فاعرف، إذ وحده يسجد حين يرفع إمامه وذاك أمر مفزع. قد جاء فيه عن رسول الله من الوعيد زاجر لله، تلكم صفات العابثين تحصل بين يدي مهيمن لا يغفلون. وبعد أن سمعت أخي الحبيب أبيات الفصل الأول، هاك شرحا موجزا لما ورد فيها من مفردات وأسماء. أولا، مستكينة، وهي من استكان استكانة أي خضع وذل، فهو مستكين من السكون، والسكون ضد الحركة. ثانيا، الشدب، وهو نوع من الحشرات يلسع الدواب لسعا شديدا فتتحرك حركة شديدة. ثالثا، يشدب، أي كأنه حيوان يطرد عن نفسه الشدب، ويشدب أصلها يتشدب، أدغمت التاء في الشين مثل يذكر، فإن أصلها يتذكر. رابعا، ورد اسم الزعرور، وهو حشرة تهاجم الحمير دون غيرها من البهائم، فإذا لسعت هذه الحشرة الحمار فإنه يتحرك حركة عنيفة حتى إنه لا يسقط ما على ظهره من متاع. خامسا، الفدم، وهو الموصوف بالفدامة، وهي العي وثقال الطبع. سادسا، البخاخ، إشارة إلى عطور الشباب التي يستعملونها اليوم عن طريق البخ، وهي كثيرة لا تحصى، وبعضها ذات روائح مؤذية. سابعا، الزرائب، جمع زريبة، وهي مأوى الغنم. ثامنا، الإسفاف، وله معان عدة، منها طلب الأمور الدنيئة، ومنها قولهم أسف للأمر الدني وإليه. تاسعا، الأسواء، وهي اسم جامع لكل آفة وسوء. عاشرا، الكظم، وهو أن يرد تثاؤبه ويحبسه مهما أمكنه، فإن لم يستطع فليضع يده على فيه كما سبق. 11، التخمير، وهو أن يغطي العاطس وجهه إذا أراد أن يعطس بطرف غترته أو ذؤابة عمامته أو كفه، حتى لا يخرج من فيه أو أنفه ما يؤذي جليسه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بذلك. 12، الكحكحة، وهي حكاية لما يصدر من بعض المصلين من سعال مفتعل دون حاجة إليه، وأكثر من يفعله هم من الشباب، هدانا الله وإياهم.